السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بإذن الله هعمل معاكم طاجن العكاوي في البيت، وهقولك ازاي تستفيدي منه لو انت دابحة الذبيحة في البيت، بحيث انك انت تاكلي كوارع وعكاوي في نفس الوقت. طبعا ده شكل الكوارع اللي بتكون في البيت دي يا جماعة. احنا مش بنسلخ طبعا العكاوي، احنا عارفين ان هي الديل بتاع الذبيحة. احنا مش بنسلخ الديل، احنا بنشيل الشعر اللي بيكون على الديل زي ما بتنضفي رجلين الذبيحة او الكوارع بالظبط. تمام، نفس شكله بتقطعيها. طبعا هي بتبقى جميلة جدا، اللحمة من جوه والجلد ده طعم الكوارع بالظبط. هتغسليها كويس جدا جدا وتشيل الشعر كويس جدا. طبعا لو ما تشتريها جاهزة طبعا بيكونوا سالخين الديل. تمام، انا غسلتها ونضفتها. طبعا ده معمول في البيت. لو عايزين طريقة تنظيف الديل بالطريقة دي قولولي في الكومنتات. طبعا انا هعمل فرخة جنبها كده، هقولك طبعا هنعمل ايه. اول حاجة كده، بعد ما غسلتها ونقعتها في ملح وجنزبيل ونضفتها كويس جدا، هحط حلة على النار بشوية مية، ما اضيفش فيها اي حاجة خالص. طبعا انا باخد العكاوي اهي. طبعا انا هعمل نص الكمية لان الكمية بتاعتي كبيرة جدا، ومفيش غير انا وجوزي والاطفال عندي صغيرين جدا، فانا خدت نص الكمية وشلت طبعا النص التاني اللي هعمله المرة تانية. هسيبها طبعا تغلي تغلي تغلي، وبعد ما تغلي هتطلعها بالشكل ده، وهشيل المية هتعامل معاها كأني بتعامل مع كوارع. وهدلق طبعا المية لان انا عايزة ما تكونش فيها اي ريحة زفارة ولا اي ريحة ريحة كده اللي بتكون بتاعة الكوارع ودي. تمام، هصف انزل المية وهرجع احط مية تانية، وهسيبها تغلي كويس جدا عشان اتبلها. هنزل طبعا بالعكاوي اهي، وهسيبها تتسلق 3/4 سوا. احط لها بس التوابل، طماطم وفلفل، وطبعا توم وبصلة كبيرة وحتة جزرة، وطبعا مكعب ماجي وورق لوري وحبهان، وهسيبيها طبعا 3/4 سوا. هجيب طبعا بصل كتير معايا، وهقطعه طبعا زي ما انتوا شايفين كده جوانح او جوليان بالشكل ده. تمام، بعد ما اقطع كل طبعا البصل ده، لان انا هاخد كل كمية البصل دي وطبعا هوريكم هنعمل فيها ايه. طبعا اهي كل كمية البصل. هجيب هنا صينية عشان نتبلها. هحط بقى شوية ملح كده عشان البصل ما يصننش معايا، والكمون والفلفل الاسود والكزبرة، وطبعا التوابل 7 بهارات ورشة قرفة. وطبعا همسك البصل دوت وادعكه كده بحيث ان التوابل كلها تدخل في البصل، واي طبعا توابل انت بتحبيها حطيها. هطلع طبعا، شايفين هي شربت الشوربة اللي انا حطاها كلها. هحط شوية ملح برضو واسيبها تغلي غلوتين، وبعد كده هطلعها وهقول لكم هنعمل فيها. خلاص طلعت، انا حطيت الفراخ. كنت عامله طاجنين بحيث ان انا كنت حاسه ان هي هتاخد طاجنين، بس بصراحه ما خدتش غير طاجن معايا صغير. هحط كميه البصل اهي، وهرجع طبعا هحط طبعا هنا عصرة طماطم، يعني حاجة بسيطة خالص من الطماطم. وهجيب ورق هرش بس رشة كمون كده من فوق. وبرده طبعا على صينية، هنا كنت عاملة صينية فراخ بالبطاطس. وطبعا هجيب هنا رشة زيت طبعا لان دي مش بتنزل مادة دهنية كتيرة. وبعد كده هغطي بالورق الفويل واحطها في فرن البوتاجاز، لان هي لسه ما استوتش، بتاخد 3/4 سوا. بعد ما تستوي خالص هتولعي عليها الشواية. طبعا الشكل طبعا الجميل اهو هوريهولكم بجد حاجة كده دايبة، وطعمها جميل جدا. بصوا يعني اللحم من جوه عامل ازاي، وطبعا والطعم من بره طعم الكوارع حاجة في منتهى الجمال. يا ريت طبعا تجربوا الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لي لايك وتشتركوا لي في القناه عشان يوصلكم مني كل جديد. وهتوحشوني جدا جدا يا احلى اخوات في الدنيا. واستنوا طبعا فيديوهات كتيره جدا جدا. انا منزله لكم حاجات اللي طبعا العيد الكبير كتيره جدا.